حركة القمر. في المجموعة الشمسية ستجد بأن العديد من الأجرام السماوية تدور حول الشمس. النجم هو جرم كوني يضيء من ذاته، وهنا نجد بأنه يتمثل بالشمس. أما الكوكب هو أي جرم كوني يدور حول الشمس وليس حول جسم آخر وله مسار واضح في الفضاء. أما القمر فليس نجماً ولا كوكباً. تدور أقمار بأحجام وأعداد مختلفة حول الكواكب. القمر يسمى تابع، وهو جرم سماوي معتم يتبع أحد الكواكب ويدور حوله بانتظام. إن القمر الذي يدور حول الأرض هو الجرم السماوي الوحيد الذي يدور حولها، ويعد من أكبر الأقمار الطبيعية الموجودة في المجموعة الشمسية. إن القمر لا يضيء بذاته لأنه ليس نجماً، هو جسم معتم، ولكن نراه مضيئاً لأنه يعكس أشعة الشمس التي تسقط عليه إلى سطح الأرض. عدد حركات القمر 3 حركات، فهو يدور حول نفسه ويدور حول الأرض وأيضاً يدور حول الشمس. يتم القمر دورة كاملة حول الأرض مرة كل 29.5 يوم، وتسمى هذه الفترة بالشهر القمري أو الهجري. تعمل الأرض على شد القمر إليها بفعل قوة جاذبيتها. يتغير شكل القمر بسبب دورانه حول الأرض. أوجه القمر ستجد بأنها مختلفة عندما تشاهدها من على سطح الأرض. المحاق يتناقص الجزء المضيء لنا مع استمرار دوران القمر حول الأرض حتى يظلم الوجه المقابل لنا تدريجياً ليبدأ بأحدب أخير، حيث يكون جزء قليل من القمر مظلماً بينما يكون الجزء الأكبر منه مضاءً. ومع استمرار دوران القمر يتناقص الجزء المضاء من نصف القمر المواجه للأرض، فنرى القمر على شكل نصف دائرة ويسمى نصف البدر، الربع الأخير. ومع استمرار الدوران يتناقص الجزء المضاء ليكون جزء ضئيل من القمر مضاءً، فنرى القمر على شكل خيط رفيع مضاء يسمى هلال آخر الشهر. ثم يتناقص الجزء المضيء مع استمرار دوران القمر حتى يظلم الوجه المقابل لنا ليصبح المحاق. وهنا يكمل القمر دورة كاملة حول الأرض، وهذا ما يعرف بالشهر القمري أو الهجري. لماذا ونحن على الأرض نرى جانباً واحداً فقط من القمر؟ لأن القمر يدور حول الأرض ويدور حول نفسه دورة كاملة تستغرق نفس الوقت.